السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نعمل احلى تسالي للمشاوير والخروجات، وخليكم معايا علشان تعرفوا السر. يلا هنبدأ. هنجيب حمص، بولة فيها حمص، بولة فيها ترمس. طبعا انا نقينا الترمس والحمص من اي شوائب او اي حباية تلفة. بعد كده هغسله وانقعه في المية، وانا نقعته في المية لمدة 8 ساعات. بعد كده حطيته على النار في حلة علشان يستوي معانا، وانا نقعته 8 ساعات علشان يساعدنا في السوى وما ياخدش وقت كبير. وانا عامله الترمس الحلو ده احنا نقدر نعمله في نفس اليوم وناكله. خلاص سلقنا الترمس، حطينا الحمص برضو علشان يتسلق، ونسوي الحمص كويس لغايه ما يبقى طري معانا وزي الزبده كده. وطبعا الحمص بيطلع ريم ابيض على الوش، لازم احنا بنشيل الريم بتاع الحمص اللي على الوش. بعد ما سلقناه هنجيب بقى، صفيناه من الميه بتاعت السليق، وجبنا رتل ميه وحطيت عليها معلقه كبيره هرميه مليانه ملح على رتل الميه. ده بالنسبه لي ملحه كويس، لو حد حابب ملحه اكتر شويه يزود ربع معلقه كمان. خلاص احنا صفيناه من الميه السخنه وحطينا الملح في الميه، دوبناه وحطينا الترمس فيه. وخلاص خلصنا الترمس، هنيجي برضو للحمص هنعمل نفس الخطوة. رتل مية ومعلقة ملح كبيرة مليانة، وصفينا الحمص من المية السخنة بعد السليق بعد ما استوى كويس جدا. حطيناه في المية والملح برضو عشان يتملح. وبعد كده هنعبيه في علب بغطا ونحفظه في التلاجة علشان ما يعملش معانا ريحة. وبعد كده احنا خلاص بنعمل الدقة بتاعته، ربع معلقة كمون وربع معلقة ملح ومعلقة شطة او ربع معلقة صغيرة شطة، علشان اللي ما بيحبش الشطة قوي، والشطة دي اختياري. اللي مش عايز الشطة ممكن يحط على الدقة بدل الشطة معلقة بابريكا. ونحط ربع معلقه ميه، ربع كوبايه ميه، ونقلب. احنا هنحط البابريكا تدي لون للي مش عايز الشطه بس. ونعصر ليمونه ونقلب، وهي دي كده الدقه بتدي طعم كويس. وهنقدمه بقى بالشكل ده، ونحط عليه شرايح الليمون ونرش عليه شطه. ولما نيجي ناخد الترمس ناخده بمعلقه، هو ده السر، ما ناخدوش بايدينا علشان ما يبص مننا بسرعه. وهنزينه كده بالشطه او بالبابريكا مع الدقه بدل الشطه للي ما بيحبش الشطه. وده شكله بعد التقديم جميل جدا، جربوه وقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات، وشوفوا هنعمل ايه الوصفه الجايه. واشوفكم المره الجايه وبالهنا، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.